فيما يكون عندما يستقلها الإنسان وهي تسير الباخرة قد ينسى لما يراه من العظمة في تلك الباخرة ومن الانبهار الذي يحس بأنه في مأمن، وينسى السفر، ينسى الوجهة حتى يقال له قد وصلنا. فهذا حال الدنيا إخوتي الكرام. فحتى ينجو الإنسان بنفسه علق قلبك بربك. من تلقاء ماذا؟ من تلقاء ذكره سبحانه وتعالى. فإن أخلصت النية كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. والحزن يعني بسكون الزاي هو المسألة الصعبة، هو الصعب، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. يسهل الله عليك العبادة، يقطع بك المسافات. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والدلج هو السير بليل، هو السير بليل. ولماذا مثل لنا النبي عليه الصلاة والسلام بالسفر بليل؟ لأن عندما تسافر بليل لا ترى من حولك ما يلهك على نقطة النهاية، فأنت تستقبل محل الضوء أمامك. تسافر بليل لا ترى إلا الوجهة. فعندما تسافر بنهار قد تجد نفسك تريد أن تخرج للمكان الفلاني أو للمكان الفلاني، ولله المثل الأعلى. السفر بليل هو الصلاة بليل، حين لا يراك الناس، حينما تعلم يقينا بأنك أنت المعني مع ربك سبحانه وتعالى. وحالنا يا إخوتي الكرام لا يخفى على أحد، فحالنا يتكلم مكاننا إلى ما وصلنا إليه من ضعف ومن وهن. فكل واحد منا عنده الوسائل التي يصل ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينجو. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا، ويسر ألسنتنا لذكرك يا الله. اللهم أذن لنا في ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا، وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم كن لإخواننا المجاهدين والمرابطين في فلسطين وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أيدهم بنصرك وأيدهم بجندك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.